مش دي الارقام. طلبت قبل مش هي. لا مش هي. الورق معايا. مش هي يا فندم تجميع الارقام دي اصلا ما يطلعش النتيجه دي، الورق معايا وفي منتهى الخطوره. ما تنخدعوش في الوشوش واعرفوا مين هو احمد طنطاوي. واحد الحقيقه جليات متنطع. احمد طنطاوي ده اقرب الى حسام طروادي. وايه علاقته ببحيره المنزله؟ لابد ان تتلقى علاج سياسي نفسي. إذا كانت مشكلتنا أصل إحنا كان عندنا انتخابات بعد 25 يناير فيها 13 واحد كنا بنختار بين السيء والأقل سوءا، فيا للعجب إذا بالتطور إن إحنا نوصل لانتخابات اللي عايز يترشح يا يقعد في السجن يا يقعد في فندق يا يقعد في بيت. لو ثبت أنه ينتمي إلى أي تيار تكفيري ظلامي. واحمد طنطاوي هو تلميذ حمدين صباح. اسحلوه اللي جابوه. كيف تدافع عن حقوق الفقراء وأنت تملك 3 سيارات يتجاوز سعرهم 2.5 مليون جنيه؟ ده مش باسمي، ده باسم مصر، باسم مصر. على الأجهزة إنها تقدم لمجلس النواب دوري، تقدم للنيابه المفروض، ويجب ان تحيل النائب احمد طنطاوي الى لجنه القيم، ومجلس النواب يرفع عنه الحصانة، في 95 نائب قدموا طلب ضد أحمد طنطاوي لأنه عمل خارج إطار مجلس النواب. لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست راضيا عنه، ده حقي ببساطة كمواطن مصري قبل ما أكون نائب. ليه؟ تقدر تقول لنا ايه الخدمات اللي انت عملتها لدايرتك؟ ما عملش خدمة في بلده من يوم الانتخاب لحد النهاردة. ابو خليل. طيب نائب فاشل في دائرته. طب وانت موجود في المجلس او انت خدمت الناس بتوعك اصلا؟ هل انت من حقك تتكلم باسم الشعب المصري؟ نعم. غير مسموح لاي احد انه يطلع يقول لك انا بتكلم باسم المصريين. الذي يتحدث باسم المصريين هو السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. نعم. 5 صاحبي. فيا للعجب إذا بالتطور إن إحنا نوصل لانتخابات اللي عايز يترشح يا يقعد في السجن يا يقعد في فندق يا يقعد في بيته.